السلام على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم هنعمل معاكم وجبة كاملة متكاملة الكل بيحبها. أنا متأكدة الكل بيحبها. أنا هنا جايبة حوالي نص كيلو بصل مقطعاه قطع كده متوسطة، هنضيف عليها معلقة ملح صغيرة، وكمان هنضيف عليهم معلقتين نشا كبار كده، علشان النشا بتخلي البصل يحتفظ بالقرمشة بتاعته حتى لو لتاني يوم، يعني لو فضل منك تاني يوم هيفضل مقرمش معاكي. انا جايبه الزيت مسخناه كويس جدا، بس لما بتضيفيه تضيفي البصل للزيت ضيفي جزء جزء علشان ما يعملش معاكي فوران زي ما عمل معايا كده. وتخلي بالك وانتي بتحطيه، انا هنحط جزء جزء كده، بس هنحطه مره واحده، يعني كله على بعض كده يبقى مره واحده تحميره واحده زي ما انتوا شايفين كده. هنحط الجزء التاني بعد ما الفوران راح. طبعا البصل انا عاملاه اول حاجه طبعا في الاكله دي، علشان الزيت بتاعه بستعمله في كل الاكل، اي حاجه بعملها بالزيت بستعمل الزيت بتاع البصل. شايفين زي ما انتوا شايفين كده، انا واقفه جنبه لغايه ما لونه اخد اللون الذهبي الحلو كده. انا مش عايزه غامق عشان البصل لما بيغمق بيمرر معاكي. تحتفظي بيه كده يبقى لونه ذهبي كده ومقرمش وجميل، وتصفيه كويس جدا من الزيت زي ما انت شايفه كده، وتحطيه في طبقك. هيفضل مقرمش، بقول لك لتاني لو قعد يومين حتى هيفضل مقرمش على طول. زي ما انتم شايفين اللون الذهبي الحلو ده لما يبقى مسكر كده وفي منتهى الجمال. انا طبعا حطيت على كل عين زي ما انتم شايفين كده حله او حاجه او كسرولة، علشان هنعمل اكله كده مره واحده. طبعا الحلة الكبيرة حطيت فيها المكرونة. الحلقات الصغيرة كده دي حطيتها الأول وهسيبها شوية. هنضيف عليها معلقة ملح وطبعا معلقة زيت. وعندي المكرونه السباكيتي زي ما انتم شايفين كده، انا مكسراها بس مش هضيفها دلوقتي، لان المكرونه دي بتاخد سوا غير المكرونه دي. السباكيتي ما تاخدش سوا زي المكرونه الحلقات الصغيره. هنغطي المكرونه كده شويه عبال ما نضيف الاضافات بتاعتنا. انا هنا جايبه فاصوليا الحمراء، الفاصوليا الحمراء دي كلها بروتين وكلها فيتامينات، ما اقولكمش على فوائدها. هنحطها على النار جزء صغير كده، بتعملي حوالي نص كوبايه، بتحطيه على النار وحبة ملح عليها. إضافة الملح بتخلي الحاجة ليها طعم كده، يعني مش لازم تحط لها دقة عشان تحسي بطعمها. كمان الحمص بتاعي حطيت له برضو معلقة ملح، ما تخافوش هتستوي، كله هيستوي. العدس بتاعي طبعا نقيته وغسلته كويس وحطيته برضو في المية، وهنضيف له برضو معلقة الملح. ما تخافيوش مش هتملح ولا حاجة، لان الملح ده هيروح في المية، بس هياخد الحاجة، هتاخد طعم الملح كده البسيط كده. يعني لو عيل ولا طفل ولا حاجة هياكل من غير دقة، هتلاقي بصي كله مملح مش محتاج حاجة. هنا بقى المكرونة اخدت نص سوا، هنضيف المكرونة الاسباجيتي تكمل السوا بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت طبعا البصل بتاعي بنفس الزيت زي ما بقول لكم، هناخده وهنعمل بيه الرز بتاعي. طبعا انتوا عارفين اكلة الكشري دي الكل بيحبها، وخصوصا في الجو الساقع ده الاكلة دي بتبقى ممتازة. هنا هنحط الشعرية بتاعتي، انا بحب اعمل الرز بالشعرية، بيبقى طعمه حلو قوي. بحب لما اعمل الكشري اعمله كامل متكامل، يعني مش ناقص اي حاجة. هنحط المية بتاعتي على قد الرز بتاعي، وهنحط الملح. طبعا هتحطي شوية مية زيادة علشان المكرونة اللي هي الشعرية، حوالي نص كوباية كده، عشان بتاخد مية زيادة. هنحط الرز ويغلي يا دوب غلوة، وتوطي عليه خالص كده زي الشمع عشان يستوي على مهله. تمام، احنا هنا هنعمل بقى الصلصة بتاعتنا. انا عندي صلصة جاهزة، هنحطها كده على النار، وهنشوف الاضافات اللي هنضيفها. هنضيف لها المية بتاعتنا، هتدوبيها كويس. وطبعا هنستعمل زي ما قلنا الزيت بتاع البصل اللي احنا عاملينه، لان انا عايزه الكشري كله يبقى ريحته طعمه طعم البصل. هنا انا حطيت معلقه توم باودر وبصل باودر ومعلقه ملح. يبقى معلقه ملح، معلقه بصل باودر، معلقه توم باودر، ومعلقه فلفل اسود. فلفل اسود بس، ما بحطش كمون ولا اي حاجه. انا الكمون والبهارات التانية بحطها على الدقة. هنا كبشة كده زيت زي ما بقول لكم، زيت البصل،
عشان تدي زي المطاعم بالظبط. تاخدي في المطاعم تبصي تلاقيه كل الكشري من غير ما تحطي اي حاجة ريحته بصل، بيدي طعم حلو قوي. هنا بقى بنعمل الدقة. عندي فلفل اسود، كمون، كزبرة، شطة، هنا حوالي ربع كوباية خل، وحوالي 5 فصوص توم كده او 4 فصوص توم مبشورة رفيع، والمية بتاعتنا، وهنضيف عليها البهارات. بس كده لا، طبعا هيتضاف عليها حاجة هتديها اللون والطعم الجميل واللون اللي بنشوفه في المطاعم. هنضيف لها معلقتين من الصلصة اللي احنا عملناها، يعني مش هتطلعي بره، معلقتين من الصلصة اللي انت عملتيهم هتحطيهم عليها زي ما انت شايفة كده، بيدي طعم في منتهى الروعة. حاجة جميلة جدا وطعمه في منتهى الجمال. الدقة بقى المعتبرة هتاكلي ومش هتشبعي منها. زي ما انت شايفة كده انا حضرت كل الخامات اللي انا عاملاها: الحمص، العدس، الفاصوليا الحمراء، المكرونة، الدقة، كله مع بعض، عشان لما تيجي تغرفي الاطباق كده تبقى الحاجة جنبك كده وجاهزة. انا حطيت اول حاجة الرز بالشعرية، وبعدين هنضيف المكرونة زي ما انتم شايفين كده، وبعدين العدس، وتضيفي بقى الاضافات بتاعتك وتاكلي بقى بالهنا والشفا. نسيت كمان اقول لكم، انا على المكرونه وعلى العدس والفاصوليا حطيت على كل واحده معلقتين كده زيت، وقلبتهم عشان ياخدوا اللمعه، وفي نفس الوقت ياخدوا من طعم البصل. تنسونيش في اللايك لو عجبكم دلوقتي حالا وانا بتتفرجوا كده، دوسوا على اللايك عشان يوصل لناس تانية. زي ما شايفين هنضيف حاجه حاجه كده. كل دي وجبة متكاملة فيها فيتامينات، فيها بروتينات، فيها كربوهيدرات، فيها كل حاجة. الدهون يعني مش محتاجة بقى لا لحوم ولا أسماك ولا محتاجة لأي حاجة جنبيها. زي ما انتم شايفين كده كان طعمها ما اقول لكمش خطير خطير في منتهى الروعة. حاجة كده من الآخر. جربوها ويا ريت تقولوا لي رأيكم. وهقول لكم ايه، اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادية قاسم. ما تنسونيش في اللايك. باي باي.